وتشكيل منتخب الاكوادور الذي يبدا به المدرب هذه المباراه. تشكيل يضم جالينديز حارس الخبره، حارس رقم 1 في منتخب الاكوادور، من الوجوه التي سيطرت على الرسميه، ثلاثي خط دفاع اردنيز باتشو وانكابيي. جيدا قيمتها وتاثيرها المدرب محمد وابي. رحله الولايات المتحده الامريكيه، المباريات الوديه مهمه جدا. تدخل ممتاز للفريق الوطني. اشرف حكيمي انطلاقات اسماعيل الصباري ممتاز. الكره من الطرف الايسر هذا ميندا قوي اكوادوري والبحث عن الحلول، لكن التدخل من سيمبونو ويقدم اليوم رفقه نادي الهلال في البطوله السعوديه. كره للفريق الوطني ابراهيم دياز جول المؤهل مع منتخب الاكوادور. عبد الصمد الزلزولي امام مسعده للمنتخب الاكوادوري، مسعده للمنتخب الاكوادوري ينال فالنسيا قوي. اكوادوري صعبه، اكوادوريه الكره تسدد، لكن التدخل من سيمبونو. لو عندك ياسين الاكوادور اكوادوريه في منطقه الجزاء، كره بالراس خلوه لوحده من دون رقابه دفاعيه. بلاطا لكن بعيدا عن المرمى. ياسين بونو كره من جديد للفريق الوطني. الضغط متواصل على ربيع حرمة الحكم. نعم كان هناك خطا على للامام نصير نحو عبد الصمد، لكن اكيد مع المدرب اربيلو كره صعبه لمنتخب الاكوادور، لكن تتحول بعيدا من ميندا في انتظار تحول الامور الاكثر جديد لمنتخب الاكوادور. كره تسدد ممتازه جدا لمنتخب الاكوادور. مويزيس كايسيدو الوطني الاول. كره للامام لكن البرازيل، كره من زلزولي سدد مشاتوش في القدم التي يهن عمل كبير من ربيع حرمات نحو دي الثنائيه التي تلعب للمره الاولى، وبالتالي منتخبات اللي واجهها في كيتو. كره من جديد بدنيا منتخب الاكوادور يكون اقوى وتقني لبلوغ هدف اول في هذه المباراه. حكيمي مر ابراهيم دياز، لكن الوصول الماضي من خريف ابراهيم دياز اليوم يعيش ربيع العمر مع الريال ومع تعود يناحي يسدد، لكن غابت الدقه وغاب التاثير وغابت القوه ايضا في الكره الماضيه بعيدا عن مرمى المنتخب الاكوادوري، بعيدا عن جالينديز. منتخب الاكوادور للفريق الوطني في هذا التحدي الودي، ولو ان الامر صعب. الماضيه كره تعود من جديد نايل العناوي. نايل والخطا واضح وثقتنا كبيره في الرجل لكي الثقه على هذه الوجوه لكي تقدم مونديال استثنائي. كره من جديد نحو المهاجم فالنسيا. لمسات الاكوادور صعبه جدا، لكن عصاد المغرب هذه كره اكوادوريه لكن ضاعت. تتحول يلعب اليوم امام الفريق والتدخل رادو والتدخل لدفاع الفريق الوطني. لازالت الخطوره الاكوادور. منتخب الاكوادور ينار بالراس، لكن بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو. هذه فرصه اخرى بالمباشر بحث عن انطلاقات. اشرف حكيمي يلا حكيمي كرات كاديه وناحي امكانيه ناحي سدد وناحي اختار حلا فرديا في الكره الماضيه. خلينا من الاوروغواي رجعنا لناحي حكيمي 1-2 حكيمي الاستباري، لكن لا يحاول انه يجد نفسه امكانيه للتسديد صعبه من وراءها من غير ميندا من غير كرة تخوف. 1-2 لمنتخب الاكوادور، صعبة للاكوادور والتدخل من الخطأ. حكم الاسباني يتعامل بكثير من الجودة مع كثير من القرارات في هذه المباراة. رجل عز الدين أناحي وانه يتعامل مع خطورة الاسباني. كل ضربة خطأ لمنتخب الاكوادور. حكيمي نحو أناحي، ثنائية حكيمي وأناحي. اسماعيل مرت منه تصل لحكيمي لكن الحكم الاسباني كل ضربه خطا. منتخب الكوت ديفوار مع ضربه جزاء في منتخب الاكوادور. صعبه المنتخب الاكوادور. الهدف الاول لمنتخب الاكوادور الذي ينجح في توقيع اولى اهداف هذه المباراه. المنتخب الاكوادوري الذي تمكن من ايجاد تسجيل اولى اهداف في هذه المباراه. كان خطأ في التغطية الدفاعية من شادي رياض جون يبوع، ومن سجل هذا الهدف يبوع يضع المنتخب قفل المتفوق. هدف للسفل للاكوادور، هدف قد يحيي المباراة برمضية، قد يجعلنا امام مباراة افضل فنيا، قد يفسح لاظهار قدرات المنتخب الاكوادور. منتخب صعب، منتخب متمرس. لمساتك يا اسماعيل والتصباري، لمساتك يا اسماعيل. مباريات السد المؤهله للمونديال هذه كلها مباريات كان جدا استمتعنا فيها. مباراة سورينام وبوليفيا ايضا ممكن ان يبدي ردة فعل مهمة جدا امام يضع دفاعات الاكوادور تحت الضغط في هذه المباراة. منتخب الاكوادور مزراوي كان افضل، وانك تتيل امكانيات اسماعيل الصباري يلعبها الصبياري ناحي امكانيات وناحي كورت وناحي الضغط هوفن الهولندي اسماعيل الصباري والسرجل. حكيمي طرف لا يمس وناحي وربيع حرمات والعناوي محاولة تضييق الخناق على الاكوادور في ظل الدعم الجماهيري الاستثنائي من الجماهير المغربية الحاضرة بثقلها في هذه المباراة. الحكم يقول عيسى ديوب ارتكب خطأ على
انير فالنسيا وضربة ثابتة للاكوادور. لمسة الاكوادور بالراس من الاكوادور. الاكوادور امكاني من كابيي والتدخل كابيي. تعود الكرة من جديد لمنتخب الاكوادور على نار هادئة. يتم تحضيرها والتسديد لكن في الشبكة الخارجية لمرمى المنتخب الاكوادوري. المنتخب الوطني يتحرك. لازالت الخطورة. هو الهدف لكن في الشبكة الخارجية لمرمى المنتخب الاكوادوري. المنتخب الوطني يتحرك. منتخب موفمون ميمي. لازالت الخطورة. هو الهدف ضربة جزاء ما فيهاش كلام بالمرة. ما فيهاش نقاش بالمرة. ضربة جزاء لوصول لا تصل الى العناوي. والحكم الاسباني كان في الموعد في الكرة الماضية يتدخل للاعلان عن ضربة جزاء للفريق الوطني في الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. لا تحتاج لفار او اي شيء اخر لتبرير. الى الهدف التصدي المتابعة والهدف ربيع حرمات. الكرة تنصف ربيع حرمات. الكرة تنصف اجتهادات ربيع حرمات في المتابعة. يتمكن من تسجيل الهدف. ينسينا شوية فيما حصل في نهاية الكان. ضربات الجزاء المنتخب الوطني يتخلص من اللاعب بمدة. محمد ربيع حرمات اول هدف دولي رفقة الفريق الوطني لاعب نادي الجيش الملكي. المنفذ والحارس يكونوا خارج منطقة الجزاء. المنتخب الاكوادوري في واحدة من المباريات المهمة لتحضير لكأس العالم لما تلعب المنتخب. الحكم الاسباني الحكم قام بتنفيذ الاكوادور. يلزم الكثير من التركيز والوضوء. لمسه للامام. لمسه هذه كراتكم هذه تقاليدكم وعرفكم والتسديد لكن في يد غالينديز مره اخرى. هرنان غالينديز واحد من افضل ينقل الخطوره من جديد في منطقه الجزاء. لكن يلا امكانيه الهدف اول في المباراه للفريق الوطني. انتظر نهايه الهجمه لكي يرفع رايته ولكي يعلن عن تسلل بقرار من الفريق الوطني مجدد له الدعم. حكيمي في منطقه الجزاء والتدخل. تولع بوصول الاطلس في منطقه الجزاء. تاي بريك العناوي يحسمها بالتاي بريك بشوط كسر الارسال بلغه الاب بلغه الوالد بلغه المؤطر. هذا الشامل من ذاك. لا ضاع ضربه جزاء واصر على التعويض من كره ثابته من ضربه زاويه.